أهلا وسهلا بكم في كورس قوة الرفض الإيجابي. يعني إيه قوة الرفض الإيجابي؟ أي حد مننا مش عامل حدود لعلاقاته مش هيعرف يقول لأ. إحنا عايزين يبقى عندنا قوة رفض إيجابي اللي بيها نفرق ما بين الطلب والشخص. يعني يجي لك حد يطلب منك حاجة، الحاجة دي هتضيع وقتك أو هتضيع إمكانياتك الشخصية أو الذاتية، أو هتقضي على خصوصيتك، حياتك الشخصية، أو هتأثر على مقتنياتك وأدواتك والحاجات اللي أنت بتستخدمها. لو حضرتك شايف إن الشخص ده طول الوقت بيستغلك، حضرتك لازم تعمل حدود وتتوقف حالا عن هذا الاستغلال وهذا الاستنزاف. حضرتك لما تقول لأ، انت بتقول لأ للطلب بتاعه اللي لا يتماشى مع مبادئك وقيمك او على حدودك، لكن ما بتقولش لأ للشخص. ولازم أن تفهم الناس ان في فرق ما بين الطلب اللي انت بتطلبه وما بين الشخص. هنا قوة الرفض الإيجابي بتعزز مكانتك وبتعزز حدودك، وبتعمل لنفسك حدود محدش يقدر يخترقها، وما بتكونش متاح طول الوقت، وبيخلي الطرف الآخر ما يعليش سقف توقعاته معاك، أو حضرتك تكون مباح ليه طول الوقت. في أي وقت يكلمك لازم ترد عليه، في أي وقت يحتاج منك حاجة ترد عليه. ومهم جدا كمان في العلاقات الأساسية والقريبة، اللي هي علاقتك بالزوج أو الزوجة، الآباء، الأبناء، العمام، الخلان، الجيران. دي علاقات أساسية وقريبة ما ينفعش ننفصل عنها. مهم جدا في العلاقات دي عشان تدوم ونحافظ على الود فيها نحط حدود فيها. الحدود دي لا تخترق خصوصياتك ولا تخترق مادياتك ولا تخترق راحتك النفسية. ولو في بينك وبين حد قريبك أو حد عزيز عليك مصالح مادية مثلا، اكتبوا عقود ووثقوا هذه العقود تحفظ حقك وحقه. لكن إن احنا نفتح حياتنا ونكون مباحين طول الوقت، ويجي وقت خلاص تشعر بالاستنزاف أو الابتزاز العاطفي طول الوقت، بتحس ان انت تعبان ومرهق وطاقتك تم استنزافها، وبتحس ان انت حياتك بقت مباحة للجميع. وفي اللحظة دي بتلاقي نفسك تعبان انك ما قدرتش تحقق حاجة كنت عايز تحصل عليها، لان انت طول الوقت مباح لاي حد ياخد اي حاجة منك في اي وقت. ولو جيت تتغير وتقول له عندك اقف كفاية كده، يزعل منك ويقول لك ده انت اتغيرت، ده انت بقيت اناني وبقيت بتحب نفسك. حب النفس حاجة، حب الذات وحب النفس حاجة، وانك انت تبقى مباح او مستباح لاي حد حاجة تانية. لما تحط حدود لنفسك انت بتخلي نفسك فوق وبتخلي الاخر بعد منك. لو حضرتك طول الوقت بتخلي الاخر قبل منك، يبقى انت ما عندكش تقدير ذاتي لنفسك. في كورس قوة الرفض الإيجابي هتعرف ازاي تحط حدود، هتعرف ازاي تمتلك قدرات شخصية خاصة بيك تساعدك على تطوير نفسك وتساعدك على عدم انك انت تبقى مباح ومستباح طول الوقت. اتمنى تحجزوا معانا في الكورس هيفيدك جدا. الكورس متاح مسجل على الويب سايت بتاعنا، احجز معانا قوة الرفض الإيجابي. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.